السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة عاملة الفيديو دوت عشان اطلع ادردش مع اخواتي وحبايبي وصحابي، تمام، اللي بيحبوني وانا بحبهم. الفيديو ده بصراحة انا عملته عشان ارد على سؤال واحدة بعتت لي تعليق. التعليق بتاعها ده كان بيقول لي التصوير زي الزفت. ماشي، هي كانت بالي كده بالظبط، التصوير زي الزفت. فانا بصراحه التعليق دوت انا ما بزعلش من التعليقات، وبقول لكم لو حد عنده اي تعليق يبعتولي. بس احنا اتفقنا على ان يعني ممكن حضرتك مش قادره تجبري الخاطر ما تكسروش. يعني ممكن بدل ما كنت تقولي لي تصوير زي الزفت كنت ممكن حضرتك تقولي لي بصوره احسن التصوير مش قد كده، جوده التصوير مش عاليه، يا ريت تحسني التصوير كده. اقرب الناس ليا بيقولوا لي الكلمه دي على فكره. بس انا طالعه ارد على حضرتك واقول لك ليه التصوير زي الزفت. اولا كده حضرتك انا شغاله بموبايل اوبو. الموبايل بتاعي دوت بقاله بالظبط 4 سنين معايا، تمام، بكاميرتين اللي هي واحده خلفيه واحده اماميه، مش موبايل حديث ولا اي حاجه. آه يعني عايزه اقول لحضرتك ان كل واحد فينا عايز يبقى احسن واحد في الدنيا، كل واحد فينا عايز يبقى عنده احسن تصوير واحسن موبايل يصور بيه، وتبقى يعني بصي يبقى ما فيش زيه في الدنيا، كلنا كده، مش انا لوحدي. فما حضرتك تقولي لي تصوير زي الزفت ده مش بمزاجي. لما حضرتك تكوني بتقولي لي على حاجه بايديا اقدر اعملها او اقدر اغيرها، تمام. لكن الموبايل انا لو في امكاني ان انا اشتري موبايل احدث من دوت هشتري. بص حضرتك انا هقول لك على حاجه المفروض ما اقولهاش لحد، بس انا هقولها لكم عشان موضوع التصوير ده يا جماعه مش عايزه حد يكلمني فيه تاني من فضلكم. التصوير بتاعي دوت ليه كده او ليه الموبايل بتاعي كده؟ اولا انا عندي ربنا يخليهم ويحميهم ويحفظهم لي يا رب، وعندي بالدنيا بحالها 3 ولاد. عندي اسراء الكبيره في كليه اثار سنه ثالثه، عندي عندي منى في ثانويه عامه السنه دي، وانتوا عارفين يعني ايه ثانويه عامه في بيت مصري، دي كارثه لوحدها. وعندي عبد الرحمن في اولى اعدادي. عندي ولادي في مراحل تعليم مختلفه، جامعه، ثانوي، اعدادي، ماشي. كل قرش وكل جنيه انا بوفره عشان خاطرهم، عشان الدروس. انتوا عارفين دروس الثانويه العامه يعني ايه، عارفين واحده في كليه اثار بتبقى عايزه فلوس قد ايه، عارفين واحد يعني اقل واحد فيهم مصاريف ممكن يكون عبد الرحمن اللي في اولى اعدادي دوت، تمام، وبرده بياخد دروس وبياخد كل حاجه، بس ده يعتبر اقل واحد فيهم في المصروف بتاعه. فانا في الوقت دوت ان انا اقدر ان انا اشتري موبايل اصور بيه احدث من كده انا مش هقدر. انا عندي منى بنتي اللي هي في ثانويه عامه ديت، الموبايل بتاعها والله مسروق بقاله سنه. ما عرفت اجيب لها موبايل، عندنا عده بزراير كده، اديناها لها عشان بس اما تروح درس او تروح حته نبقى متابعينها، لان انا ما عنديش امكانيات ان انا اقدر اشتري تليفون دلوقتي. فانا ان انا اشتري تليفون احدث من دوت ان انا عشان اعرف اصور بيه تبقى الصوره حلوه لحضرتك ما يبقاش التصوير زي الزفت، معلش انا بقول لحضرتك انا مش هقدر ان انا اعمل كده دلوقتي. ولو انت مش حابه انك انت تشوفي التصوير زي الزفت دوت، مع احترامي لكل الناس طبعا، انا بكلم الانسانه اللي كتبت لي كده، لو حضرتك مش حابه تشوفي التصوير اللي زي الزفت دوت يبقى شكرا والف شكر لحضرتك انك انت شفتيني وكتبتي لي الكلمتين دول. ويعني مش عايزه اقول لحضرتك ما تتفرجيش عليا تاني. حضرتك لو رجعتي القناه بتاعت حبي حياتك ودلعي مطبخك واسرار الطبخ مع سمر، لو رجعتي للاثنين دول من 3 سنين بالظبط لفيديوهاتهم هتلاقيهم بيصوروا تصوير اسوأ مني، هتلاقي الكاميرا بتاعتهم كانت اسوأ مني. انا اول ما ربنا يكرمني ان شاء الله ويفتحها عليا طبعا ان شاء الله ان شاء الله باذنك انت يا رب هجيب موبايل كويس طبعا واصور تصوير احسن من كده، وانا بشتغل بالامكانيات اللي على قدي، واللي حاببني وانا كده على راسي من فوق، واللي مش حاببني وانا كده ومش حابب تصويري او مش حابب يتفرج ان الكاميرا وحشه او الكلام دوت اقول له برده وجودك على راسي من فوق ومع الف سلامه. انا يعني مش عارفه اقول لكم ايه والله. فانا كنت طالعه اقول لكم الفيديو دوت، اقول لكم الكلمتين دول، اقول لكم ايه اللي مضايقني. احنا يا جماعه اتفقنا مع بعض على الصراحه مش على الوقاحه. حضرتك ممكن تقولي لي كلمتين بنفس النقد، بنفس الكلمتين بنفس المعنى تقدري تقولهم لي بطريقه محترمه بطريقه شيك، لكن ما تطلعيش تقولي لي التصوير زي الزفت. زي ما قلت قبل كده كنت ممكن تقوليها لي باي طريقه تانية انا كنت هقبلها من حضرتك، ما كنتش هزعل منك خالص. ده تصويري ودي امكانياتي وده اللي انا اقدر اصور بيه، ده اللي انا اقدر اشتغل بيه. وانا اي واحد فينا لو يعني انا مش عارفه ازاي اتكلم اكتر من كده، يعني اي واحد فينا عايز يبقى احسن واحد في الدنيا،
حضرتك اللي بتتريق عليا وعلى تصويري اقول لحضرتك من فضلك ما تتفرجيش عليا تاني. انا ما بحبش اقول لحد كده، انا بحب الناس كلها، الناس كلها على دماغي والناس كلها انا بحبها، لكن لما الاقي حد ان هو بيهني لا، معلش حضرتك مالكيش خير عليا ومالكيش فضل عليا انك انت تكتبي لي كلمتين زي دول. انا كنت اول مره اشوفك على فكره واشوف اسمك انك انت كتبتي لي الكلمتين دول وحذفت التعليق بتاعك على فكره، مش عشان انت لو كاتبالي نقد كويس انا كنت خليته، لكن تصوير زي الزفت وانت اول مره تخشي عندي بقول لك شكرا. انا عندي حبايبي وعندي ناسي اللي بيتفرجوا عليا بالتصوير دوت، بيتفرجوا عليا كده وبيكتبوا لي احلى كلام ودول على راسي من فوق. انا القناه بتاعتي دي يا جماعه دلوقتي انا شغاله عليها بقالي سنه، والله العظيم ما خدت منها جنيه، والله العظيم ما جالي منها عائد جنيه حتى. انا بعمل كل اللي بقدر عليه، بقعد احاول ان انا اعمل الصوره كويسه، اعمل كل حاجه كويسه، ودي امكانياتي يا جماعه وده اللي بقدر عليه. والله انا لسه ما خدت من القناه اي حاجه، وان انا لما الظروف تتحسن والدنيا تمشي معايا والدنيا تبقى مظبوطه انا والله العظيم هحسن كل حاجه مني لنفسي. وبقول لكم انا مش عايزه اطول عليكم، وانا بحبكم في الله، وحبايبي واصحابي اللي على راسي من فوق اللي منوريني ومشرفيني على راسي من فوق وبحبهم وربنا يخليهم ليا. اقول لكم انا ما اتحرمش منكم ابدا، وانتم اهلي وناسي وكل حاجه ليا، ما اتحرمش منكم. وانا بس طلعت عشان اوضح الكلمتين دول لحضراتكم واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.